أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية DSCA عن موافقة الولايات المتحدة على صفقة عسكرية مع المغرب تتضمن تزويده ب600 صاروخ من طراز 5M92K ستينجر بلوك آي تصل إلى 525 مليون دولار. وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو يعد عنصراً مهماً في استقرار شمال إفريقيا السياسي وتقدمها الاقتصادي. وقد تم الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء 15 من أبريل بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الأمريكية، وتم إخطار الكونغرس بها لاستكمال الإجراءات الرسمية. وبحسب المعطيات فإن الصفقة تشمل أيضاً تقديم خدمات لوجستية وفنية وهندسية بإشراف الحكومة الأمريكية وبمشاركة شركتي RTX Corporation المتمركزة في توسان، أريزونا، ولوكهيد مارتن في سيراكيوز، نيويورك. وأكدت الوكالة أن هذه الصفقة تندرج ضمن سياسة الولايات المتحدة الرامية إلى دعم حلفائها الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعزيز قدرات المغرب في مواجهة التهديدات الأمنية الراهنة والمستقبلية. وأوضح البيان أن المغرب يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تحديث قواته المسلحة وتوسيع قدراته في مجال الدفاع الجوي قصير المدى بما يعزز من قدرته على العمل المشترك مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين. وأكدت الوكالة أن المغرب لن يواجه أي صعوبات في دمج هذا النظام المتطور ضمن قواته. ويعد صاروخ أبو فاي M92 كي ستينجر بلوك 1 من أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، ويعمل بتقنية التوجيه عبر الأشعة تحت الحمراء. يستخدم بشكل فعال في التصدي للمخاطر الجوية على ارتفاعات منخفضة مثل المروحيات والطائرات بدون طيار، ويتميز بمرونته العالية وسرعته في الاستجابة، مما يجعله خياراً استراتيجياً تعتمد عليه العديد من الجيوش حول العالم. ويأتي الإعلان عن الصفقة في ظل دعم متجدد من الإدارة الأمريكية للمغرب، لا سيما في قضية الصحراء الغربية. ففي الثلاثاء 8 من أبريل 2025 التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن، حيث أكد في بيان رسمي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفاً إياه بأنه جدي وموثوق وواقعي، ومؤكداً أنه الحل الوحيد العادل والدائم للنزاع. كما تشهد الساحة السياسية الأمريكية اهتماماً متزايداً بقضية الصحراء، إذ سلط عدد من النواب ومراكز الأبحاث والإعلام الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر، وعلى الروابط بين جبهة البوليساريو والإرهاب وإيران، معتبرين أن خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.